صباح الخير او مساء الخير على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. ده اول فيديو ليا على يوتيوب طويل، بس قررت ان التجربه دي تبقى مختلفه. اول فيديو ننزله يبقى مختلف تماما. احنا النهارده في تجربه جديده، احنا النهارده في مصنع جي ام موتورز. هنشوف العربيات وهي بتتصنع، هنشوف الاوبترا وهي بتتقفل، هنشوف عربيات كتير، هنشوف العربيات وهي بتتعمل من الالف للياء زي ما بيقولوا. ودي تجربه انا كان نفسي فيها من زمان، ان انا اشوف عربيه قدام عيني كده وهي بتتصنع، كل جزء فيها وهو بيتجمع. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس وتيجي تتابع معايا بقى التفاصيل. يلا بينا خطوه بخطوه. اول حاجه بره هنا معانا اسطول الاوبترا الجديده ده، هنطلع نعمل تيست درايف على العربيات دي كلها. فيلا نتابع التفاصيل ونشوف. اللون الاحمر على فكره خطير عليها. وهنا كانوا بيعملوا لنا ريفيو سريع عن العربيه قبل ما نعمل التست درايف، وهناخد يعني تور سريعه كده، برودكت ريفيو سريع عن العربيه الاوبترا. مش كامل طبعا، العربيه بقى لها سنه موجوده في السوق، ولكن هنتكلم سريعا عن شويه فيتشرز احنا شايفين ان هي ممكن تكون هيدن. الارتفاع بتاعها 12.5 سم لو الكل كان تابع الارقام في اول اللونش. بس في نقطه مهمه، ان 12.5 سم دول عند الفول لود، دي اقل نقطه او اقل ارتفاع العربيه ممكن توصل له في اقصى ظروف تحميل، اللي هم الخمس الافراد بالشنط بتاعتهم. انما لما العميل بيحس ان هي 12 ونص بيقول لك دي واطي، لا العربيه ممكن تبقى اعلى من كده وهي واقفه زي دلوقتي. زي ما انتم شايفين ارتفاعها مناسب جدا في الفئه دي. العربيه طبعا ازاز برايفس النص الخلفي كله، وعندنا شنوط الومنيوم توتو. لما نيجي نرجع ورا بقى العربيه، تعالوا معانا هنا. العربيه فوانيس ليد بالكامل ورا، الفوانيس كامل ليد عندنا شكلها حلو. العربيه عندنا فيها حليتين شكمان بتدي شكل رياضي. الشبوره ليد تحت في النص برضه بانطباع رياضي مش اللي في الفانوس. عندنا كمان الباركينج سنسورز، وعندنا الكاميرا الخلفيه، والكاميرا دي دايناميك. الخطوط بتاعتها في الشاشه بتبان يمين وشمال مع الدريكسيون عشان تبين لي المسار بتاعي. من الحاجات المميزه جدا مساحه الشنطه على العربيه. هتحسوا قد ايه الشنطه كبيره على حجم العربيه. الشنطه دي 475 لتر، بتوصل ل 910 لما بكن الكنبه 60/40. فدي مساحه حلوه جدا، واحنا بنقيس المساحه دايما عندنا لحد تحت الازاز، بندي رؤيه للمرايه اللي في النص. فطبعا لو حد بيعلي عن كده مساحته تبقى اكتر من 910. لما نيجي نبص على العربيه من جوه، قبل ما نبص على العربيه من جوه، احنا عندنا اوبشن حلو جدا اللي هو الريموت ويند اوبنر. لما بدوس دوسه طويله على الريموت، العربيه بتبدا تفتح الاربعه ازاز بتوعنا لتهويه العربيه بالذات في الحر وفي الشمس. حلو كده. لما نبص على العربيه من جوه، انتيريورز برضو شيك جديد عصري، تو تون، الجراي في الاسود في التابلو في البيبان، والفرش بتاعنا بالكامل. عندنا هنا الشاشه 8 بوصه فيها اندرويد اوتو ابل كار بلاي، متوصل عليها طبعا الكاميرا الخلفيه الديناميك بتاعتنا. عندنا فتحات يو اس بي 2 قدام، واحده ورا للراكب الخلفي، وعندنا مخرج 12 فولت اللي هو بنسميه مخرج الولاعه. ناس كتير ما بتلاحظوش لان هو جوه الكونسوله، ناس كتير بتدور عليه، هو موجود مش بس يو اس بي في العربيه. شكل الدركسيون الدي شيب الرياضي، في مالتي فانكشن. الباور عندنا هنا برضو كهرباء، مدي التجربه بتاعت السلاسه والنعومه بتاعت العربيه على الطريق. التحكم بتاع التكييف الكتروني مش بكر، ده برضو حاجه لطيفه في الانتيريورز بتاعت العربيه عندنا. في نفس الوقت عندنا بقى القصه بتاعت الكروز كنترول. طبعا اللي منكم تابع، احنا في شهر 10 اللي فات نزلنا كروز كنترول. كروز كنترول ممكن يكون مش موجود في الفئه ديت قوي من العربيات او من المنافسين، ولكن احنا النهارده بنقدم عربيه ممكن تكون عربيه الوحيده في البيت، مش عربيه تانية في البيت، دي عربيه عيله. فبالتالي كروز كنترول النهارده مهم للسفر، مهم ان احنا نثبت السرعه بتاعتنا، العميل يبقى مطمن مرتاح في تجربه قيادته على المسافات الطويله. في نفس الوقت حفاظا على سرعه العربيه، الرادارات اللي بقت موجوده والطرق المفتوحه على انحاء الجمهوريه بتاعتنا النهارده. فالكروز كنترول كمان بيديني تجربه الاقتصاديه بتاعت العربيه، ساعدني في توفير البنزين عن طريق ان هو بيديني الاوبتيمم فيول كونسامشن عند الظروف كلها، ايا كان بقى مطالع منازل عربيه محمله، هي بتديني احسن توفير للبنزين بتاعها. فدي كده سريعا العربيه. بالنسبه لمواصفات الامان، احنا عندنا برضو من الحاجات القليله في الفئه دي ان احنا عندنا ديسكات امامي وخلفي، مش موجوده كتير في المنافسين في الشريحه ديت بتاعتنا. عندنا طبعا 2 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، ستابيليتي كنترول، تراكشن كنترول. عندنا حاجات كمان بقى زياده، عندنا هيل هولد كنترول. الهيل هولد كنترول اللي بيحافظ على العربيه في المطالع والمنازل 3 ثواني. اوبشن ما بنلاقوش في عربيات سيدان كتير، بيبقى موجود اكتر في العربيات الاس يو في، ولكن موجود عندنا عشان برضو امان العميل على المطالع بتاعتنا قبل ما ندوس بنزين. في نفس الوقت عندنا هيدروليك بريك اسيست اللي بيدي ريسبونس مختلف للفرامل واقوى في حاله الطوارئ. وحاجه اخيره، احنا عندنا تاير بريشر مونيتورنج سيستم اللي هو الحساسات بتاعه العجل اللي بتديني ان التحذير ان العجل بتاعي البريشر بتاعه قليل، وده برضو مش موجود يعتبر كتير في الفئه ديت من العربيات او الشريحه دي من العربيات. دي كده نظره سريعه على البرودكت، ولكن احنا اتنين امان.
احنا بس برضو اللي عايزين نقوله ما بنهتمش في جنرال موتورز بالبرودكت نفسه والسعر بتاعه في التقديم، احنا بنهتم بخدمه ما بعد البيع. العميل هيدفع قد ايه في خدمه ما بعد البيع. احنا تعتبر ارخص صيانات لحد ال 100,000 في العربيه بتاعتنا في وسط الشريحه ديت. بنقدم ضمان 5 سنين 150,000 كيلو لامان العميل بتاعنا. بنقدم 3 سنين فري رود سايد اسيستنس، خدمه المساعده على الطريق. مش بس لو مشكله ضمان، دي كمان لو العربيه عملت حادثه بنشيلها له مجانا لاقرب مركز خدمه. العربيه لو فصلت منه بنزين بنشيلها له على اقرب محطه، او حتى لو كاوتش نام بنقدر ان احنا نجيب الونش يغيرها له مجانا خلال ال3 سنين الاولى لتجربه امان كامله للعميل بتاعنا طالما هو عميل تشيفرولي. دي كده نظره سريعه، لو محدش عنده اي اسئله احنا هنبقى مع عبد الرحمن للتجربه بقى بتاعه الطريق. اي سؤال؟ احنا هنبدأ دلوقتي. ده شكل الجير، وتبصوا الفرامل العادية. نبدأ دلوقتي ايه؟ يلا بينا. قريبه قوي من التاليانت يا ايمن، قريبه قوي من التاليانت بصراحه. ماشي. يعني بصوا يا جماعه، قولوا التعليقات والمناقشات. انا كده هو كده، بص، هو كده عزل الصوت في الفئة الاقتصادية دي يعني ما بيبقاش أقوى حاجة، طبيعي تمام. وعزل صوت الموتور يعني بص القرصة، بس الاستجابة بتاعت الفتيس حلوة. اعرف لك يا علي الفرق ما بين الفئتين واقول لك. بصوا استجابه الار بي ام مع السرعه، ركز معايا. لا العربية الدوسة فايقه. العربيه فايقه بجد، مش هزار، فايقه. ما ينفعش نعديها. لا احنا لازم نكون وراه. لا العربية الاستجابة حلوة، استجابة الفتيس. وري لهم دوستك، والأداء. وري لهم دوسة رجلك بعد اذنك. بص ربع دوسة كده ايه يعني. لا احنا لسه بنجرب طول اليوم. بص الدوسة بقى عشان بس ما اظلمش في القرار يعني. بص خدت بالك من دوسة رجل بص والار بقى. بي ام؟ بص خدت بالك؟ هي ماشيه كام دلوقتي؟ داخله 110 كده. احنا على 110. العربية لا العربية لا العربية ثابتة. 110. واستجابة الفرامل برضو حلوة، يعني الفرامل استجابتها جميلة. وانا تعقيبي على العربيه دي الجنط بس يا جماعه، يعني انت لو ان شاء الله اشتريت تغير جنط، تركب جنط 16 بس. بص المناورة دي. وريني بقى، يلا وريني. بص لا العربية ثابتة. بالأمانة العربية ثابتة، العربية ما شاء الله. بس احنا خدنا واحدة كده. حبيبي والله يا درش، انت راجل محترم عشان تتقالنا، والله العظيم انت راجل محترم. بص قلنا كده ربنا يستر طريقنا. بص الدوسة، بص دوستها اهي. انا عاوز اوصل رجلك، دوسة رجلك مع دوسة الار بي ام، مع الار بي ام. ايوه بص العربيه على كام؟ 120 على 120. ار بي ام كام؟ 2. وصلت لك التصوير؟ لا عادي هينزل زي ما هو كده على اليوتيوب. ده احنا معانا البابا يعني، ده احنا الريتش بتاعنا يزيد. حبيب قلبي. يمين هيودي يمين. هو قال لي انا معايا سماعه، مش عارف اوريها لكم، بس انا معايا سماعه كده اهو. خش على اللايف بتاع البابا هتشوفوها. وهو قال لنا خش يمين، بيدينا تعليمات. بصوا لا هم مهتمين بالتفاصيل يعني، فاهم. معاك قدامك يا باشا، احنا ما ينفعش نعدي العربيه الفضي تمام. ماشيين بتعليمات. طب بصوا كده، انا معايا سماعه دي بسمع فيها التعليمات بتاعتهم وبمشي زي ما هم بيقولوا. تعالى خد دي بقى، خد دي. الطريق مفتوح معانا. بص بقى استجابه الفرامل، فرامل مع نقله لحاره تانية. هو ده غلط، بس العربيه ثابته. يعني انت فرامل مع نقله لحاره تانية دي، لو العربيه خفيفه زي عربيات تانية احنا عارفينها، العربيه بالجنب تيجي. اديني دوسه ايه. وشفت الحفره دي؟ لا العفشه حلوه. تعالى ناخد لنا حفره كده وناخد لنا حاجه نجرب العفشه. شفت دي جميله دي. اديني دوسه. يلا دوسه ايه. دوسه. احنا يا عيني يا محمد يا فوزي، عينيا. طبعا التست درايف ده منظم، فالسرعات دي احنا ماشيين بتعليمات. احنا ما بننصحش بده طبعا. احنا بنعمل تست درايف وماشيين بتعليمات.
فلما تيجي تعمل حاجه زي دي طبعا لازم تكون واخد حذرك. يعني انا ما انصحش حد يعمل كده. ده حاجه مترتبه، تيست درايف مترتب. بص الطريق مفتوح، هندوس 140 160 140. استنى بص ده غلط. ده بقى ده غلط. ده بصوا يعني هو شبه مش ماشي وماشي في النص وكسر اخد حارتين. ده غلط يا جماعه. الاستجابه دي عربيه شيفروليه اوبترا. للعربيه حلوه. بص شفت دي، شوف الحفره دي. بص استنى، سسبنشن الطريق فيه زي كده تعريج مكان كاوتشات العربيات، كاوتشات التريلات. يا درش انت راجل محترم يا درش والله. حبيبي يا درش. بعد الكوبري على طول. قال لك بعد الكوبري. استنوا بقى خليكم معانا عشان هنصور واحنا داخلين المصنع. يلا بينا. محدش يشوف في اي حته كده ايه، داخلين على جوه. خليكم معانا بقى، خليكم معانا كده راجعين المصنع تاني. لا يا حبيبي ده مصنع جنرال موتورز مش منصور. ده جنرال موتورز، منصور وكيل العلامه برضه. جنرال موتورز ده المصنع اللي بيصنع العربيه، عشان تبقى انت عارف هما الاثنين امبريلا واحده يعني. عارفين المصنع اهو. ماشي. يلا بينا. طبعا ايه ده من الحاجات الجميله، لازم يهتموا يا باشا، مهتمين بالسيفتي. داخل حتى لو داخل بعربيتهم بتتفتش، فاهم؟ بص فيها وتشاف فيها ايه، حتى لو داخل بعربيتهم وخارج بعربيتهم. اللي انت تمشي على لين معين جوه. بص بقى يا باشا، بص التنظيم. انا عاوز اوريكم. وهنا لبسنا السيفتي وجهزنا علشان ندخل نتفرج على المصنع من جوه ونتفرج على التصنيع، فكان لازم نلبس السيفتي لان هما بيهتموا بحاجه زي دي. وبعدها بداوا يدونا نبذه صغيره عن تاريخ جنرال موتورز وشوفروليه والحاجات اللي هما كانوا بيصنعوها زمان. وده الجاروف اللي كان مستخدم في وضع حجر الاساس، هما محتفظين بيه على الحيطه لحد دلوقتي. ودي شويه جوائز، وبصراحه انا مش فاكرهم بالتفصيل، ولكن بصراحه كل تفصيله كانت جامده جدا. وندخل بقى على اللحظه اللي انتم مستنينها. حرفيا كل حاجه شفتها جوه كانت مبهره، كل حاجه جوه معموله بدقه محدش يتخيل ان ده موجود في مصر. هتلاقي العربيات وهي بتتصنع من الصفر، حرفيا العربيات وهي على العظم وبيبدأ تتجمع كاملة بروبوتات. يعني التدخل البشري قليل جدا، ولكن كل حاجة منظمة جدا جدا. انا هسيبكم تتفرجوا. دي المراحل اللي قبل النهائية للعربيات وهي بتتجمع، وطبعا زي ما بين قدامكم قطع الغير موجودة. وعندكم ده مكان اللي بترش فيه العربية، وبتترش كلها بروبوتات، مفيش اي تدخل بشري. وده كان حاجه جامده جدا بصراحه. وبكده دي اخر مرحله، دي مرحله التسليم. زي ما انتم شايفين كده العربيات بتيجي هنا تراجع تتسلم وتاكد ان مفيش اي حاجه. ايه رايكم؟ بس وبكده نكون خلصنا التجربه دي، وبجد انا مبسوط جدا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان اوريك كل جديد او كل تجربه مختلفه في عالم العربيات.